قتل الستات والبنات بقى عادي خالص، واحد يقتل واحدة عشان مش عايز تتجوزه، واحد يقتل مراته عشان مشاكل زوجية. بخصوص الموضوع بتاع آية عادل أكيد عارفينه، كنا لسه داخلين على أيام مفترجة اللي بيقولوا إن جوزها قتلها. أنا مش بصدق كل حاجة بتتقال على السوشيال ميديا، لكن الكاميرات مش هتكذب لما جابوا من كاميرات الجيران إن هو بيرميها من الدور السابع. في ناس بتقول ان هي مفيش مقاومه، واضح ان هو موتها من قبل ما يرميها. الرساله اللي عايزه اقولها النهارده اقولها للاهل، اهل البنت. انا مش بجيب اللوم عليهم، انا الله في عونهم. حاجه صعبه قوي ان انا اقعد اربي بنتي واكبرها وهي قمر وفي الاخر الاقيها مقتوله. انا عايزه بس اقول للاهالي ناخد بالنا من قبل الجواز. حاجات كتير بتبان، ولو في حاجات ما بانتش طبعا نسال كويس قوي. لو الزوج متجوز قبل كده نعرف علاقاته اللي قبل الجواز كانت عامله ازاي، زوجته اللي قبل كده. مش عيب ولا حرام على فكره. واحده كتبت كومنت عجبني قوي، تقول ده احنا نكشف كمان على قواه العقليه. مش عيب برضو على فكره. عندي فكره انه قبل ما يتجوزوا ان الاتنين يقعدوا مع دكتور نفسي يشوف الشخصيه عامله ازاي، او حد مختص يعني. فلازم الاهل قبل الجواز لازم يدققوا في حاجات كتيره جدا. سلوك الراجل اللي هتتجوزه. ناس بتمثل طبعا، في مرضى عاقلين بتمثل، لكن على قد ما نقدر نسال كويس قوي قوي في التقرير ان هو اللي كان متجوزهم قبل كده نفسه. تاني حاجه بقى للاهل، تقول لكم ان في مشاكل وان هو بيمد ايده عليها ويضربها لا، لازم اخد اكشن، لازم يبقى في وقفه. لان الست اللي ما بتتضرب من جوزها مره واتنين وما يبقاش في اكشن وما يلاقيش ان الاهل في وقفه، عادي الموضوع بيبقى بالنسبه له عادي. على فكره اعتقد ان في ناس كتير جدا هتبقى معايا ان مع السلامه ان انا اجي على نفسي عشان ولادي. لا طبعا، ان انا اتهان واتضرب، والموضوع ممكن يوصل مع الستات تانية هي يجي لها امراض نفسيه، امراض ممكن تموت فيها. انا كمان ما الاقي جوزي بالطريقه دي لا. الرساله دي للاهل ليكي انت كمان يا برنسيسه الجمالات. لازم تفكري انا النهارده اضحي عشان ولادي وانا فين. كمان على فكره ولادي يعيشوا مع اب غير سوي بالطريقه دي بقى في 60,000 داهيه. كان الله في عون الستات اللي عايشين مع ذكور بهذه النوعيه. ربنا يرحمها ويعفو عنها يا رب.